أهلا بيكم. كلنا طبعا عارفين إن زواج المحارم أو ما يعرف بسفاح القربة محرم في كل الديانات السماوية، وزواج المحارم اللي هو زي زواج الأخ والأخت أو الأب والبنت وهكذا. لكن هل حد فكر في يوم من الأيام إيه سبب حرمانية زواج المحارم؟ وهل في تفسير علمي لده؟ أو إيه اللي ممكن يحصل إذا تزوج الأخ من أخته مثلا وأنجبوا طفل؟ الإجابة على الأسئلة دي هو اللي هنستعرضه معاكم في فيديو النهاردة، تابعونا. أهلا بيكم مرة تانية. ممكن يكون بعضكم سمع في أحد الأيام إن علاقات المحارم بينتج عنها أطفال متحورين وغريبي الأطوار، وفي التاريخ ذكرت بعض المعلومات غير المؤكدة واللي مفادها إن بعض المشاهير زي تشارلز داروين ووالد أدولف هتلر كان ليهم علاقات غرامية مع محارمهم. وعلى الرغم من إنه بالفعل بتحصل في المجتمع بعض الحالات الغريبة اللي من النوع ده، وهو الارتباط أو العلاقات ما بين الإخوات أو المحارم عموما، إلا إن الحالات دي في العادة بتكون نادرة الحدوث. لكن السؤال المهم هو إيه العواقب اللي ممكن تنتج عن علاقة أو زواج المحارم؟ وفي الإجابة عن السؤال ده هنتطرق بإيجاز لبعض المعلومات العلمية واللي تم إثباتها في أبحاث علم الوراثة والجينات، بعيدا عن كل الشائعات المنتشرة بخصوص الأطفال الناتجين عن علاقات المحارم. اتضح من خلال الدراسات إنه زواج المحارم بينتج عنه أطفال مصابين بأمراض وراثية خطيرة حتى لو كانوا الأبوين أصحاء وغير مصابين بأي مرض. لكن المشكلة هي الجينات الحاملة للأمراض أو الجينات التالفة. ففي أمراض كتيرة جدا بتكون متوارثة على مر الأجيال، وممكن تكون موجودة في معظم أفراد العيلة الواحدة، وممكن تكون الصفة الجينية المرضية متنحية، بمعنى أن الشخص بيكون حامل للمرض لكن الجين غير نشط، وبالتالي فأعراض المرض ما بتكونش ظاهرة على الشخص. وفي حالة لو تزوج الشخص اللي بيحمل جين الصفة المرضية المتنحية بشخص غريب عنه تماما أو مش من المحارم، فبنسبة كبيرة جدا بينجب أطفال أصحاء تماما، ممكن يكونوا برضو حاملين للجين المرضي لكن مش مصابين بالمرض. وفي العادة بيكون مستبعد جدا إنه شخصين غريبين عن بعض بيحملوا نفس الجين المرضي يجمع بينهم القدر ويتجوزوا. لكن لو حصل فطبعا بنسبة كبيرة جدا متوقع إنهم ينجبوا طفل واحد على الأقل مصاب بالمرض الوراثي، وده اللي بيحصل فيه 99% من حالات علاقات المحارم، وهو إنجاب أطفال مصابين بأمراض وراثية نتيجة تزاوج رجل وامرأة بيحملوا نفس الجين المرضي المتنحي. فالمحارم أو أي شخصين بتجمعهم رابطة الدم بيتشاركوا في نسبة معينة من العوامل الوراثية السائدة والمتنحية، وحتى إذا كان الجين المرضي متنحي عند الاثنين وكل جين منهم ما عندوش القدرة على التعبير عن نفسه زي ما شرحنا، فهتظهر الصفة الوراثية اللي بيحملها الاثنين في المولود على هيئة المرض المعني إذا اجتمع الجينين مع بعض. ومن حالات زواج المحارم بأنواعها يعتبر زواج الأخ والأخت هو أخطر الأنواع، لأن الأخ والأخت بيعتبروا أقارب من الدرجة الأولى، والاثنين بيتشاركوا نص عدد الموروثات، وبالتالي فاحتمالية توريث مرض ما للطفل الناتج من العلاقة مرتفعة جدا. الجدير بالذكر إن زواج المحارم كان شائع جدا في العصور القديمة في مصر الفرعونية وفي أوروبا في زمن العصور الوسطى، وكان منحصر تقريبا في حدود العائلات المالكة، لأنهم كانوا بيعتقدوا إنها الطريقة الوحيدة للحفاظ على نقاء الدماء الملكية. لكنهم مع ذلك كانوا بيلاحظوا إن في شيء ما غلط بيحصل نتيجة علاقات المحارم، وهو إن كل الأطفال الناتجين عن العلاقات دي دايما بيكونوا أطفال غير طبيعيين. فمنهم اللي كان بيولد مصاب بالتأخر العقلي، ومنهم اللي كان بيكتشف فيما بعد إنه مصاب بإعاقات جسدية أو تأخر الكلام والمشي، بالإضافة لتأخر تطور الأعضاء الجنسية، غير إصابتهم بالأمراض المختلفة زي الصرع. لكن مع ذلك ففي العصور القديمة ثقافة نكاح المحارم أو الحفاظ على نقاء السلالة كانت محظورة ومحرمة في أكتر من مكان وأكتر من حضارة، والبعض كانوا فاهمين بالفعل مدى خطورة سفاح القربة أو نكاح المحارم. ففي بعض الحضارات القديمة اعتقدوا الناس إن سفاح القربة يعتبر خطيئة يعاقب عليها البشر من الآلهة بالفقر والجوع والخراب.
وفي بعض الحضارات الأخرى تم حظر نكاح المحارم بعد ملاحظة الناس للصفات غير الطبيعية للمواليد الناتجين عن العلاقات دي والأمراض الخطيرة اللي كانوا بيتولدوا بيها الأطفال. النهاردة ومع تطور العلم والطب والتكنولوجيا أصبحوا الأطباء بيقدروا بطرق مختلفة إنهم يفحصوا جينات الشخص ويحددوا بالظبط الجين الحامل للمرض، ويقدروا كمان يتوقعوا نسبة احتمالية إنجاب أطفال مصابين بالأمراض الوراثية. كمان الإنترنت أصبح مفيد من الناحية دي، ففي أيسلندا في موقع على النت من خلاله تقدر تعرف إذا كان في صلة دم ما بينك وبين أي شخص تاني. لكن على الرغم من التطور العلمي والثورة الطبية والتكنولوجية اللي حصلت في العصر الحديث، إلا إنه مازال سفاح القربة محظور ومحرم في معظم دول العالم، حتى إنه يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون في بعض البلاد. وده طبعا لأنه أولا محرم في معظم الديانات، وثانيا لأن الغالبية العظمى من أفراد المجتمع من الأسوياء واللي بالطبع بيرفضوا الأفكار الغريبة والشاذة المخالفة للطبيعة والفطرة. وفي النهاية بنتمنى تكونوا استفدتم بفيديو النهاردة، وبنشكركم على المشاهدة. ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل، وما تنسوش تضغطوا اشتراك للقناة علشان يوصلكم كل جديد.